حبايبنا ابطالنا رجاله الثانويه الازهريه 2026. ايه الاخبار يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. ايه يا حبي؟ بص يا عمنا، مبدئيا كده ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض اسلامك، فركز قوي. تمام. طيب هنبدا ازاي؟ فاحنا هنبدا الاول كده هنمر على الكلمات بتاعتنا، ودي مهمه ولازم تحفظ، لازم تحفظ، وكلامي واضح جدا. طيب هتحفظ ليه؟ لان هي دي الكلمات اللي انت هتستغلها في الاجابه على الاسئله اللي هتجيلك، فلازم تحفظ. ماشي، هنمر على الكلمات بتاعتنا وبعدين هنقرا التكست ونترجمه ان شاء الله، وبعدين هنحل سوا اختياري وهنحل مقالي باذنك يا رب. زي الفل زي الفل. طيب في الاول بنقول اللهم اني نويت ان اسعى فكن يا ربي لي العون. اللهم بارك في الوقت والجهد. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اني اسعى فارزقني يا ربي لذة الوصول. اللهم امين يا رب العالمين. بص يا حبي، ايه اللي عندي؟ اول حاجه انا عندي Muslims tragic loss، الخساره المفجعه للمسلمين. طبعا احنا عارفين هي ايه، بس خلينا نخش على كلماتنا الاول وبعدين هنترجم. انا شخصيا بحب الاسلام جدا يعني. انا عندي خليفه يعني كلف، ده الخليفه. انا عندي يخلف او يعقب succeed، الخلافه نفسها وفتره الخلافه succession. طيب خليفه successor، ماشي. الحزن او الاسى اللي هو grief والsadness، الاتنين معناهم حزن او اسى. طيب خسارة مأساوية يعني tragic loss، معناها خسارة مأساوية. الصحابة companions، من الكلمات المهمة جدا اللي هتفضل تستخدمها في إجابات طول الإسلام، فcompanions مهمة. طيب أنا عندي pass away اللي هي يموت، بتساوي عندي die. أنا عندي بعد كده قضية أو مسألة يعني issue. أنا عندي يظهر على السطح يعني surface دي يعني سطح. أنا عندي يعين يوظف appoint، ودي مهمة قوي وهتستخدمها في أكتر من سؤال. طيب أنا عندي وريث يعني heir، وريث يعني heir. أنا عندي منصب أو منزلة يعني position أو مكانة. أنا عندي القبيلة كام شخص كده؟ قبائل، أنت عارف القبيلة tribe. أنا عندي يعلن declare، بيعلن خبر يعني. بعد كده معاهدة يعني pact. طيب دي مهمة برضو. يرتد أو يخرج عن دينه يعني أبستطايز معناها يرتد، مهمة وهتستخدمها في أكتر من سؤال. يدعي يعني كليم، بيدعوا مثلا البروفيت هود نبوة. أنا عندي نبي يعني بروفيت، النبوة بروفيت هود. طيب الكلمات مهمة. أنا عندي خاتم النبيين سيل اوف ذا بروفيتس، دي معناها خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد حبيبي المصطفى. طيب بص يا حبي، أنا عندي بعد كده بيقول لي ضروري أو عاجل يعني urgent، substantial يعني ضروري أو عاجل. أنا عندي اختلاف discord اللي هي الفتنة discord. أنا عندي بعد كده سنة tradition، السنة tradition بتساوي، هي مش دي معناها تقليد عندنا، هي بتيجي بمعنى سنة tradition. طيب انا عندي فترة حكم reign، هتستخدمها برضو في اكتر من سؤال. انا عندي مقتل او اغتيال assassination. انا عندي يزدهر flourish من الحاجات المهمة، يزدهر flourish. انا عندي ينتشر spread. طيب انا عندي حدود يعني borders، انا عندي شبه الجزيرة peninsula. انا عندي يمتد يتسع extend، تساوي عندي stretch out. فاكستند ان الارض تتسع تمتد. انا عندي الانتقال السلس smooth transition. يحافظ على preserve، الكلمات دي هتحفظ لان هي دي اللي هتستخدمها في الاجابه. طيب
انا عندي نوفل معناها جديد، اللي هي معناها روايه كمان، بس هنا بتجيلي بمعنى جديد. انا عندي اداري administrative، انا عندي يشكل يصوغ mold، انا عندي ظروف circumstances، تابع تالي subsequent، حكام rulers. ماشي، عرفت انا كلماتي؟ خش يا باشا على التكست وافهم، عشان هتجاوب ببساطه خالص من فهمك. ماشي، بلاش اجابات محفوظه والقصص دي سيبك منها. طيب، the noble prophet، النبي الكريم قال صلى الله عليه وسلم no prophet will come after me، لا نبي بعدي. only caliphs، فقط الخلفاء الراشدين will succeed me، سوف يخلفوني يعني يأتوا بعدي. ده في صحيح البخاري. هنا بيقول لك في in the 11th، في السنة 11 من الهجرة، في dark في السنة 11 في السنة 11 من الهجرة. ايه اللي حصل؟ dark grief، في حزن شديد filled the Islamic nation، ملا الأمة الإسلامية due to the death، بسبب موت the prophet محمد، النبي محمد. to such a tragic loss، لقد كان خسارة مأساوية to all Muslims، لكل المسلمين، specifically خصوصا the companions، الصحابة. that even some of them refused، ان البعض منهم رفضوا to accept، ان هم يوافقوا ويقبلوا the fact، بالحقيقة that the prophet، ان النبي had passed away، مات. محدش مصدق النبي مات في السنة 11 من الهجرة عليه الصلاة والسلام. with the death يعني مع موت the prophet محمد، مع موت النبي محمد، the issue of succession، قضية succession، الخلافة، surfaced يعني ظهرت. مين هيكون خليفة رسول الله؟ who would be the caliph now؟ مين هيكون الخليفة دلوقتي؟ prophet محمد had not appointed، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما وظفش an heir، ما وظفش وريث to his position، للمكانة بتاعته. soon بعد كده after his death، بعد موته some of the Arabian، بعض من الأرابيان tribes، يعني بعض من القبائل العربية declared، صرحوا that their pact، أن العهد pact، العهد with Prophet محمد was of a personal nature، كان العهد معاه هو نفسه، عهد شخصي. that and apostatized، وارتدوا. to make matters worse، واللي يخلي الأمور أسوأ كمان، some من بعض من الرجال and even women، وحتى سيدات، started claiming prophethood، بدأوا يدعوا النبوة. محمد is not the father of any of your men، محمد ليس أبا أحد من رجالكم، rather ولكن he is the emissary، ولكن رسول الله، and the seal of the prophets، وخاتم النبيين، and Allah has ever been all knowing of everything، وكان الله بكل شيء عليما. thus ومن ثم the need for a caliph، الحاجة لخليفة was urgent، كانت عاجلة جدا. the prophet once said، النبي قال ذات مرة whoever among you shall live after me، فإنه من يعش منكم بعدي will see much discord، سوف يرى الفتنة أو اختلافا كثيرا. thus ومن ثم hold fast to my tradition، عليكم بسنتي and the examples of the rightly guided caliphs، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، who will come after me، اللي هي من بعدي. the first four caliphs of the Islamic state، أول 4 خلفاء كانوا سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر ابن الخطاب، سيدنا عثمان ابن عفان،
سيدنا علي are known عرفوا ب the rightly guided caliphs الخلفاء الراشدين. Their 29-year rule reign يعني الفترة بتاعت فترة الحكم بتاعتهم اللي كانت 29 سنة started بدأت with the death بموت the prophet محمد النبي محمد. When أبو بكر took the title لما أبو بكر أخذ لقب of the caliph لقب الخليفة successor of the prophet خليفة النبي which ended with the assassination of caliph علي واللي انتهت الخلفاء الراشدين باغتيال ومقتل علي ابن أبي طالب. During their reign أثناء فترتهم Islam flourished الإسلام ازدهر and spread واتسع widely في كل حتة بشكل كبير beyond the border أبعد من الحدود بتاعت the Arabian Peninsula خارج حدود شبه الجزيرة العربية. As the Muslim state united الأمة الإسلامية اتحدت and extended واتسعت over a wide اتسعت في منطقة جغرافية أكبر. It stretched يعني هي كبرت واتسعت from the borders من حدود China seen in Asia في قارة آسيا to West Asia لغرب آسيا and North Africa وشمال إفريقيا all the way to Indonesia in Europe. The rule of the caliphs دور الخلفاء in the unity في وحدة المسلمين أو وحدة الأمة الإسلامية was critical كان صارم as they provided هم قدموا a smooth transition انتقال سلس after the prophet's death بعد موت النبي they largely preserved his cause and worked hard ما عملوا بجد to get the Muslim state ان هم يجعلوا الامه الاسلاميه في حاله جيده. they also introduced هم ايضا قدموا a novel administrative system نظام اداري جيد which was carried out and molded to meet the needs واللي اتعمل واتنفذ لكي يقابل الحاجه للظروف المختلفه بالحكام التابعين subsequent تابع ودي حكام. ايه اللي عملناه؟ عرفنا كلماتنا ولقيناها فعلا في التكست عندنا فساعدتنا ترجمنا التكست بتاعنا كلمه كلمه فانت مشيت معايا اي كلمه جديده عليك لازم تكتبها مفيش فيها كلام ولا نقاش وركز قوي وعايزك انت تجاوب بطريقتك. طيب انا اعمل ايه هنا؟ انا هقرا ده اراجعه على طول. يعني عايزك دروس الاسلامك عشان تثبت معاك انا عايزك تقرا التكست نفسه. احنا خلاص ترجمناه. اكتب لي كل الكلمات اللي انت مش عارفها اكتب لي كلمتها فوق معناها. هتراجع على ده كتير كتير على مدار السنه تفضل تراجع الاسلامك. عايزه يثبت هنا عشان اي هو مش مبني هو ماشي فهم يعني اجابتك مبنيه على فهم بس في حاجات لازم تبقى حافظها وحاجات لازم تبقى محتاجها بس مش كتير عموما يعني الاسئله اصلا هتجاوب عليها بسهوله بس عموما ما علينا انا عايزك تراجع عليه كتير. طيب بص يا حبي هنا بقول ايه great filled the Islamic nation اللي يعني ملا الامه الاسلاميه بسبب موت النبي محمد. great sadness حزن شديد او grief حزن شديد. طيب the need for a true leader الحاجه ليه قائد حقيقي was substantial كانت urgent كانت عاجله. كلمه substantial معناها ايه؟ urgent عاجل. the reign of the rightly guided caliphs فترة حكم الخلفاء الراشدين ended with the assassination of Caliph علي. دي الحاجات اللي بتبقى لازم تبقى عارفها بقى وحافظها. انتهت بمقتل علي. طيب there was no to the position of the prophet مفيش ايه ليه البوزيشن بتاع النبي مفيش heir مفيش وريث. some caliphs didn't survive a trial of assassin هم بعض الخلفاء ماتوا بسبب ايه؟ القتل. after the prophet's death بعد موت النبي Muslims so much المسلمين رأوا الكثير من الايه؟ من الديسكورد الفتنة. The four caliphs introduced an administrative novel
administrative system، نظام إداري جيد وجديد. No prophet will come after the prophet Muhammad. Only مفيش نبي بعد النبي محمد، فقط الخلفاء اللي هي caliphs. After prophet Muhammad some men started claiming، بعض الرجال بدأوا ان هم يدعوا prophethood، النبوة. The companions الصحابة refused to accept، رفضوا ان هم يتقبلوا the prophet's death، موت النبي. فعلا حاجة صعبة جدا، تخيل نفسك مكانهم. During the four caliphs reign، أثناء فترة حكم الخلفاء الراشدين الأربعة، Islam flourished، ازدهر، موجودة أكيد موجودة حبي أهيت، and spread widely، وانتشر في كل مكان. The first four caliphs، أول أربع خلفاء في الإسلام أو الأمة الإسلامية are known as the rightly guided caliphs. rightly guided. After the prophet's death، بعد موت النبي، some of the Arabian tribes apostatized، ارتدوا، موجودة أكيد. The death of the Prophet Muhammad was such a to all Muslims، موت النبي محمد كان إيه لكل المسلمين. tragic loss، خسارة تراجيدية كبيرة مفجعة. The reign of the rightly caliphs started when took the title of caliph. فترة الخلفاء الراشدين بدأت لما أبو بكر أخذ لقب خليفة. تعال نشوف الدنيا هنا تمشي ازاي. Do you think، هل تعتقد that the most tragic loss، أن أكبر خسارة للمسلمين is the death، هو موت النبي محمد؟ وضح ليه. yes، أيوة طبعا. because، بسبب he is our leader، هو القائد بتاعنا، and our messenger، ورسولنا. why did some Arabian tribes، ليه بعض القبائل العربية feel no obligation، ما حسوش بالالتزام towards Islam، تجاه الإسلام after the prophet's death، بعد موت النبي. because، بسبب، من خلال معرفتي وقراءتي للي فوق وفهمي للي فوق، بسبب ان هم اعتقدوا ان عهدهم انتهى مع النبي، فهو ده السبب. يبقى because they thought، هم شوف انا بقول ايه، انا فاهم فبكتب، هو ده اللي انا عايزه منك، تبقى فاهم وحافظ الحاجات اللي محتاجه حفظ، اللي هي المعلومات. يبقى because they thought، هم اعتقدوا that، ان their pact، ان العهد بتاعهم ended، انتهى with the prophet، مع النبي. why did dark grief، ليه في حزن كبير ملا الأمة الإسلامية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. because، نفس الإجابة اللي فوق، هجيب اللي هنا حطه هنا. what are the most critical problems، إيه هي المشاكل الحرجة اللي المسلمين واجهوها فورا بعد موت النبي؟ أول حاجة the next caliph، الخليفة القادم. and، أو خلينا نعمل كده ونقول إيه كان بعد كده. some tribes apostatized، ارتدوا. and some people، بعض الأشخاص claimed، ادعوا prophethood، ادعوا النبوة. لو انت مش عارف هم ايه مش هتعرف تكتب السؤال، يعني انت مش حافظ ايه اللي حصل مش هتعرف تجاوب على السؤال زي ده. فسؤال صراحة حلو بأمانة والله. طيب بص يا حبي، ايه بعد كده؟ how long did the reign of the caliphs of the Islamic State last؟ انا كده عملت معاك كام سؤال؟ انا عملت معاك 1 2 3 4، انت هتحل الثلاثة دول بايدك، اجابتهم هتنزلك على المنصة. ليه مش هحلهم؟ انا عايزك انت تحل بايدك. ما خلاص انا فهمتك انت بترد على السؤال ازاي ما بيجي لك، انا بكون قارئ وفاهم وعارف وحافظ الحاجات اللي محتاجه حفظ. احفظها ازاي؟ لو هي صعب عليا اراجعها كتير، اقراها كتير، هتثبت. تمام كده؟ طيب تعال نخش على الترجمه. The rule of the caliph in the unity of the Muslim states او state was critical. هبدأ بالفعل، يبقى كان، هنكتب تحت هنا، كان دور الخلفاء في وحدة
الأمة الإسلامية critical صارما حازما لادعا as they provided بسبب أنهم قدموا smooth transition انتقالا سلسا after the prophet's death بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لقد ازدهر الإسلام واتسعت رقعته في عهد الخلفاء الراشدين. ببدأ بالفاعل، هيبقى إسلام عمل ايه؟ ازدهر يبقى flourished، وانتشر يبقى spread، and اتسع يبقى expanded in the reign of في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة the four rightly guided caliphs لاتباعهم thanks to following تعاليم النبي teachings of the prophets أو instructions of the prophet. لذيذ جدا والله، لا صراحة لذيذ. كلمات التكست حلينا عليه اختياري، حلينا عليه مقالي، هسيبك انت تحل بايدك كمان ترجمة عربي ترجمة انجليزي من الاسلام. لا حلو. اللي بعده ايه اللي عندي بعد كده؟ listen to. هنا بيقول لي من كبار الصحابة a senior companion مشرف او معظم honorific لقب يعني title ثابت او راسخ firm مرتبك confused حشد او جمع crowd انسان يعني human being يتلو recite آية قرآنية Quranic verse مسبوقا ب preceded ينقلب على عقبيه turn on his heels بالإجماع anonymously انتفاضة ثورة uprising انتفاضة وثورة uprising يتطلب جهدا كبيرا أو صعب challenging حروب الردة apostasy wars إجباري إلزامي obligatory صدقة alms اللي هي الزكاة يدمج يوحد consolidate يعقد مجلس الحرب hold a war council مركز القيادة headquarters حملة campaign مرتد apostatize apostasy wars يدعي يزعم allege claim معركة غزوة battle العمود الفقري شوكة spine يعني عمود فقري أو شوكة spine مخدوع مضلل deloaded ينتصر أو انتصار triumph في كل مكان far and wide إنجاز achievement يقاتل يحارب fight جمع تجميع completion مهمة الكلمة دي مساهم مشارك فيه contributed to مساهم ومشارك حفاظ
القرآن الكريم memorizers، دول الحفاظ اللي كانوا بيحفظوا. طيب يوافق approve، يعين assign، ينفذ يعني carry out، مهمة task، أوراق أو صحف يعني sheets، عندي جلد بيتكتب عليه parchment. يوافق approve، nominate يرشح يزكي، bequeath يورث، bequeath يورث، رداء garment. أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة was a senior companion، كان من كبار الصحابة to the prophet، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. he was known، هو كان معروف ب the honorific title، اللقب المبجل والمشرف الصديق. upon the death، بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم many people، العديد من الاشخاص refused، رفضوا to believe، ان هم يؤمنوا that the prophet، او يصدقوا اصلا that the prophet، ان النبي had died، ان هو مات. however، على الرغم standing firm as always، ابو بكر spoke to the confused crowd، اتكلم للحشد المرتبك، واقف ثابت and reminded them، وفكرهم that the prophet was a human being، ان هو بشر وانسان زينا، and that he had passed away، وان هو مات. and there was no reason، ما فيش سبب for them to deny this، ما فيش سبب ان هم ينكروا اللي حصل ده. he recited the Quranic verse، تلا عليهم الآية القرآنية. محمد was but an emissary preceded by other emissaries who had already passed away before him. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Immediately after the prophet's death، فورا بعد موت النبي محمد، who was anonymously accepted to be the first caliph، بإجماع اتوافق عليه ان هو يكون اول خليفه للد مسلم ستيت، يقود الامه الاسلاميه. The caliph faced a number of uprising، قابل العديد من الثورات، الانتفاضات. during his reign، اثناء فتره حكمه. the most challenging of which was the apostasy wars، اكتر حاجه كان فيها تحدي او كانت صعبه هي حروب apostasy، الرده. when the news، لما الاخبار of the death، بتاعت موت النبي محمد انتشرت spread، some groups، بعض المجموعات من people، من الاشخاص among the Arabs، بين العرب apostatized، ارتدوا from Islam، من الاسلام. they refused، هم رفضوا to pay the obligatory alms، زكاة، رفضوا ان هم يدفعوا الدية او الجزية اسمها الزكاة. another challenge، كان في تحدي اخر، و that some men، ان بعض الرجال والنساء claimed prophethood. ابو بكر decided to fight them، قرر ان هو يقاتلهم. all to consolidate the Muslim state again، عشان يوحد ويجمع الامه الاسلاميه مره اخرى. طيب he held a war، هو عمل حرب، او ده عمل a war council، مجلس حرب في المدينه as headquarters for the mass campaigns، لكل الكامبينز، الحملات ضد the apostates، المرتدين. who alleged، الذين ادعوا prophethood، النبوة، against those who refused to the most crucial in the history of Islam. the spine of the apostates، الشوكة بتاعت دي، الشوكة بتاع المرتدين and those who claimed، وهؤلاء الذين ادعوا prophethood، النبوة، خلاص اتكسرت. some people، بعض الاشخاص came back، رجعوا تاني للاسلام. others remained، لكن اخرين بقوا deluded، مخدوعين، مضللين. in a few years، يعني في خلال سنوات قليلة، اسلام triumph، انتصر، وازدهر
and was seen and heard far and wide. وخلاص بقى متشاف ومسموع في كل حتة. One of the greatest achievements، واحد من أعظم الإنجازات that أبو بكر، إن أبو بكر contributed، ساهم to Islam، اللي أبو بكر ساهم بيها للإسلام، was the completion of the noble Quran، هو تجميع القرآن الكريم. completion. Although the noble Quran، على الرغم أن القرآن was available، كان متاح in sheets، مكتوب في ورق، and on parchments، وعلى جلود كده، it was not collected، ما كانش متجمع في كتاب ثابت. There were hundreds of memorizers، كان في المئات من الحفاظ among the companions، بين الصحابة. at that time، في هذا الوقت، عمر عمر اقترح collecting، تجميع the noble Quran in a form، تجميعه في كتاب. because many of those، بسبب أن العديد من هؤلاء memorizers، الحفاظ died، ماتوا over the years، على مر السنين، and were killed، واتقتلوا in the battles، في المعارك. having approved عمر's suggestion، أبو بكر assigned زيد ابن ثابت، بعد ما وافق خلاص باقتراح عمر، أبو بكر عين زيد بن ثابت to carry out the task، إنه ينفذ هذه المهمة. about 2 years and 3 months، تقريبا سنتين و3 شهور after being appointed caliph، بعد ما تعين خليفة at the age of 63، في عمر 63 سنة، أبو بكر died، أبو بكر مات. before his death، قبل موته، he nominated عمر ابن الخطاب، هو عين عمر ابن الخطاب as his successor، الخليفة بتاعه. he was buried، هو اتدفن next to the prophet، بجوار النبي. it's reported that he didn't bequeath any money at all، ما تركش أي تركة وراه خالص. he left only، هو ساب بس a servant، خادم، a camel، جمل، and a garment، عباءة، that he ordered، واللي أمر to be delivered، إن تتوصل ل his succeeding caliph، للخليفة التابع ليه. طيب، things were happening too quickly and he was، الأشياء كانت بتحصل بسرعة، وهو كان إيه؟ confused، مرتبك. أهو مش confusion ارتباك، ولا مربك، ولا confuse يربك. of the noble Quran was one of أبو بكر's achievements، التجميع compilation اللي مستر عمال يقول عليها من شويه. the person، الشخص who has rejected their religious or political beliefs is called، الشخص اللي بيرفض معتقدات دينيه او سياسيه بيسمى ايه؟ apostate، مرتد. he as himself if he think it's going to be easy while in fact it's difficult، هو بيضل نفسه لو فاكر ان الامور هتمشي بسهوله، انما هتبقى صعبه، يبقى هو هنا deloading، بيضل. عمر بن الخطاب was the of ابو بكر، كان ايه؟ عمر بن الخطاب كان the successor، كان التابع، الخليفه بعده، ما كانش ancestor، جد، ولا grandchild، ولا تابع. his daughter his entire state، هو ترك لبنته، ورثها الدولة بأكملها، bequeath. طيب، أبو بكر was the rightly guided caliph، وكان أول الخلفاء الراشدين، يبقى the first هنا المفروض هنا. some of the Arabs apostatized، بعض من العرب ارتدوا from Islam، من الإسلام after the prophet's death، بعد موت النبي. when the prophet، لما النبي died، مات، أبو بكر reminded the crowd، أبو بكر فكر الحشد that the prophet، أن النبي was a Quran، إن هو بشر، a human being. زيد بن ثابت was appointed، هو تعين to the Quran، يبقى لكي يجمع collect القرآن، مش يتلو. before his death، قبل موته، أبو بكر عمر ابن الخطاب as his successor، يبقى هو عمل ايه؟ nominated، هو عين. when أبو بكر died، لما أبو بكر مات، he left for his family، هو ساب ايه لعيلته؟ ولا أي حاجة، حتى اللي فضل بعده قال لك ده الخليفة التالي رضي الله عنه. أبو بكر was a senior companion، كان من كبار الصحابة،
للنبي محمد. After the prophets، بعد موت النبي، أبو بكر was to be the first caliph. أبو بكر كان الخليفة الأول. يبقى أبو بكر was إيه؟ accepted، تم قبوله، مش اترفض ولا اتنكر ولا اتقتل. أبو بكر faced a number of، أبو بكر قابل، واجه عدد من uprisings، انتفاضات. wars took place، حصلت during the reign of أبو بكر. إيه اللي حصلت في فترة أبو بكر؟ أبص عندي apostasy wars، حروب الردة. when the prophet died، لما النبي مات، some groups، بعض المجموعات من الناس refused to pay the، الجزية، الزكاة. يبقى أبص عندي كده obligatory alms، الزكاة المفروضة. أبو بكر decided to fight all apostates، قرر أن هو يقاتل كل المرتدين. to the Muslim state again، لكي يجمع الأمة الإسلامية مرة أخرى. consolidate Islam in the apostasy wars and was seen and heard far and wide. وتغلب، تغلب على مين؟ حروب الردة، وخلاص بقى متشاف ومسموع في كل حتة، انتشر. يبقى إسلام triumphed، انتصر. at first، في الأول، نوبل القرآن was only available in sheets، كان بس في ورق and on parchments. when did some groups people among the Arabs refused to pay the obligatory alms؟ امتى رفض مجموعة من الأشخاص إن هم يدفعوا خلاص الجزية المفروضة؟ when the prophet died، عندما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب what challenges، ايه التحديات did أبو بكر have to face؟ ايه التحديات اللي كان أبو بكر لازم يواجهها؟ أول حاجة apostasy wars، دي أول حاجة، حروب الردة. طب تاني حاجة the refusal to pay زكاة، رفض دفع. some people claimed prophethood، بعض الأشخاص ادعوا النبوة. بس شوف انت فاهم ومجمع المجموعة معلوماتك صح، تعرف تجاوب في الآخر يعني. طيب what sad event، ايه الحدث الحزين affected Muslims، اللي أثر على المسلمين بشكل سيء، that they got confused، أصبحوا مرتبكين وما كانوش مصدقين. يبقى the death of the prophet محمد، موت النبي محمد. prophet محمد. What was the most challenging uprising that Abu Bakr had to face؟ قلناها فوق من شوية. Why did Abu Bakr hold the war council at مدينة؟ ليه عمل مجلس للحرب في المدينة؟ يبقى to fight، لكي يقاتل apostate and who claimed، الذين يدعوا prophethood. What was one of the greatest achievements Abu Bakr contributed to Islam؟ ايه يعني واحد من اهم الانجازات اللي ابو بكر ساهم بيها للاسلام؟ The completion of the noble Quran، يبقى ده تجميع القرآن الكريم. طيب الباقي حضرتك هتحله، هينزل لك حله على المنصة، ولكن لازم تحل بإيدك، لازم، مفيش كلام. طيب بعد كده عندي الترجمة. أبو بكر who's anonymously accepted to be the first of rightly guided caliphs led، بس امسك، هو ده الفعل اللي ببدأ بيه، قاد، اهو قاد مين؟ أبو بكر، هو الفاعل، بجيبه بعد الفعل لما ترجم من ايه؟ من انجليزي العربي. قاد أبو بكر، والذي تم الإجماع عليه أن يكون أول الخلفاء الراشدين، أول الخلفاء الراشدين. الدولة الإسلامية
he had to face وكان يجب أن يواجه a number of يعني عدد من الانتفاضات uprising during أثناء فترة his reign فترة حكمه. صراحة جميلة. إن أحد أهم الإنجازات أو إنجازات الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن الكريم. يبقى أقول هنا إن أحد أهم الإنجازات، وهنا في الماضي يبقى one of the most important achievements واحد من أهم الإنجازات لمين؟ للخليفة الراشد to the rightly guided caliph أبو بكر was إيه بقى كان ده؟ the completion كان the completion of the noble Quran. حلو قوي. لا حلو قوي. قبل المحاضرة غير دلوقتي خالص بالنسبة لك خالص. طيب اللي بعده lesson 3. يستشير يعني consult. يمنح confer. الخلافة caliphate. يميز يفرق distinguish. عادل يعني fair. يطلق عليه اسم entitle. إسهامات contributions. تشييد تأسيس establishment. العدل justice. الحرية الفكرية intellectual freedom. تقويم قمري lunar calendar. يجري تعدادا عاما للسكان run public census. إقامة إنشاء construction. المرافق العامة public facilities. المرافق العامة. النظام القضائي judicial system. قسم department عسكري حربي military. النظام الضريبي النظام الضريبي taxation. الخزانة العامة أو بيت المال public treasury. يضع الضوابط set regulations. حكام الأمصار أو الأقاليم regional rulers. تعامل interact. قاضي judge. طب ده هنا ايه enforce ينفذ يطبق. إدارة administration يخضع لي subject to. متسامح tolerant. طيب يهتدي أو يتحول convert into. سلوك موقف attitude. يروق لي appeal to. مسيحي Christian. يهودي Jew. هنا القمعي expressive. يلتزم به أو يحافظ على maintain. يجند يوظف regret. يفرض يوجب impose. رجال الدين المسيحي أو الكهنة clergy men. اتساع توسع expansion. خاضع subjugated. عقيدة faith. إمبراطورية empire. يغزو conquer. مقاطعة territory. مؤسسات institutions. تأثير واسع المدى for reaching effect. استقرار stability. بارز permanent. عندي دخل أو إيراد revenue. يحدث ثورة في revolutionize. ملكية أو تملك الأراضي land ownership. مسح الأراضي surveying land. تقييم الأراضي assessing land. عبد فارسي Persian slave. رضا قبول موافقة consent. طيب خش على التكست يلا بينا هنترجم ونشوف الدنيا هتمشي ازاي.
During his illness أثناء مرضه أبو بكر استشار senior companions، استشار هنا كبار الصحابة of the prophet للنبي صلى الله عليه وسلم and decided وقرر to confer the caliphate ان عمر ابن الخطاب ان هو يمنح الخلافة لعمر ابن الخطاب. عمر was the second rightly guided caliph، كان تاني الخلفاء الراشدين في الإسلام. he was known والذي عرف به الفاروق، the one who distinguish الإنسان الذي يميز right from wrong. الفاروق ده هو الإنسان اللي بيميز ما بين الصحيح والخطأ، الحق. because of his fair character، بسبب طبعا الشخصية بتاعته العادلة. he was the first caliph، كان أول خليفة to be entitled commander، الذي يلقب به commander of the faithful، أمير المؤمنين. عمر made great contributions، عمل بقى إسهامات بارزة سيدنا عمر not only to the، مش بس للاتساع الجغرافي of Islam but to the establishment، لكن للتأسيس بتاع religious justice، خد بالك بقى ايه، العدالة الدينية and intellectual freedom، والحرية الفكرية within the Islamic state، في الولاية الإسلامية. he introduced the Islamic lunar calendar، هو قدم التقويم القمري to be used، أن يتم استخدامه by all Muslims، بواسطة كل المسلمين. ran public census، عمل تعداد سكاني عام and started، وبدأ the construction، بناء the public facilities، المرافق العامة. he began، هو بدأ what would be known، الذي يعرف ب the Islamic judicial system، النظام القضائي الإسلامي. and improved، وحسن من the economic system، النظام القضائي. عمر عمر أسس the departments، أقسام of military، أقسام الإيه؟ الحرب، الجيش، police، وكمان الشرطة، وكمان الضرائب من taxes، ضرائب، education، التعليم، the public treasury. he also، هو أيضا set regulations، عمل ضوابط on how regional rulers، ازاي حكام الأمصار should interact، ينبغي ان هم يتعاملوا with the citizens، مع المواطنين. he organized، هو نظم the armies، الجيوش and appointed، وعمل ايه بقى، وظف judges، قضاة. during his reign، اثناء فترة حكمه justice، العدالة او العدل was enforced everywhere، انتشر في كل مكان. and he proved to be، اثبت ان هو يكون a model، نموذج of the administration of justice، للإدارة العدل for those، لهؤلاء who subjected to him، الذين ينتمون إليه. عمر كان متسامح tolerant دينيا and never، عمره ما forced، مع أكبر anyone، أي شخص to convert into Islam، أن يدخل في الإسلام. This attitude، هذا الأسلوب was appealing to Christians، كان بينطبق على المسيحيين واليهود who used to be، اللي اعتادوا أن يكونوا under the، تحت suppressive reign، الحكم الإيه بقى، الطاغي القامع بتاع البيزنطيين. the caliph، الخليفة allowed them، سمح ليهم to maintain their own religious، هم يخلوهم على دينهم ماشي. they only had to pay، هم بس كانوا بيدفعوا الجزية. they would not، بسبب ان هم ما بيوظفوش، ما بيجندوش في the Muslim army، في الجيش المسلمين. 1 dinar or 10 dirhams imposed، بيكونوا مفروضين yearly، سنويا، من على الرجال who would fight and able to work، اللي بيكونوا قادرين ان هم يقاتلوا ويعملوا and gain money، ويجنوا الاموال as they wouldn't، بسبب ان هم مش هيجندوا in the Muslim army، في جيش المسلمين. جزية wasn't imposed، ما اتفرضتش on the poor، على الفقراء، ولا على women، على السيدات، ولا على children، على الأطفال، old people، كبار السن، clergymen، الكهنة، or servants، أو الخدم. عمر's greatest achievements، الإنجاز الكبير لعمر was undoubtedly، بلا شك the expansion of the Islamic state، الاتساع في الأمة، الدولة الإسلامية.
during his reign أثناء فترة حكمه the Islamic State الأمة الإسلامية الدولة الإسلامية ruled over حكمت العراق مصر ليبيا كل اللي أنت شايفه ده. Nearly 2/3 of the Eastern Roman Empire and the entire Sassanid Persian كل ده كان تبع المسلمين. These military victories هذه الانتصارات العسكرية helped ساعدت في spread في نشر the faith الإيمان and knowledge والمعرفة بالإسلام. The Islamic State at this time في هذا الوقت was the second biggest in the world كانت تاني أكبر دولة في العالم الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية. بعد مين بقى؟ after بعد Chinese Empire الإمبراطورية الصينية أول حاجة والدولة الإسلامية بعدها. Once he had conquered بمجرد ما كان يهدم أراضي أو يفتتح أراضي جديدة عمر فورا set about establishing كان عمل ايه بقى؟ أسس institutions مؤسسات of law للقانون. This had far-reaching effect ده كان ليه تأثير بعيد المدى on the stability على الاستقرار of the rapidly developing Islamic world للعالم الإسلامي المتنامي المتزايد and ensured وضمن that everyone إن كل شخص ومسلم ونون مسلم والمسلمين وغير المسلمين enjoyed استمتعوا بفول protection بحماية كاملة of the law بالقانون. Another prominent achievement في إنجاز آخر عمر was the establishment of the land revenue department. In fact عمر عمل ثورة في the system في النظام of land بتاع الأراضي أو ملكية الأراضي by setting up إن هو أسس a department قسم entrusted with the task of surveying and assessing the newly conquered lands. القسم ده وظيفته أو بياخد مهام بأن هو يمسح ويحدد ويقيم الأراضي المغزاة يعني اللي بيتم غزوها جديدا. This ensured وهذا ضمن that the growing additions إن أي أراضي بتضاف لنا جديدة to the Islamic State للدولة الإسلامية could be smoothly and effectively managed يتم حكمها بفعالية والتحكم فيها. عمر's reign فترة عمر started بدأت في 15 للهجرة and ended in وانتهت في 644 CE when he was assassinated لما اتقتل while he was performing the Fajr prayer لما كان بيؤدي صلاة الفجر by a Persian slave عبد فارسي أبو الألوه المغوثي with the consent بموافقة السيدة عائشة he was buried هو اتدفن next to prophet محمد بجانب النبي محمد and Caliph أبو بكر والخليفة أبو بكر historians المؤرخين generally بشكل عام agree وثقوا that عمر is one of the strongest كان واحد من أقوى and the most significant Muslim caliphs كان من أقوى وأعظم ومن أكتر الخلفاء البارزين in history في التاريخ. طيب I need to with my colleagues أنا يجب أن إيه مع زملائي on the proposals يبقى أنا يجب أن أنا consult أستشير مع زملائي. طيب an honorary degree في درجة كده مبجلة مشرفة was on him by الأزهر University أشيرت إليه منحت إليه بواسطة جامعة الأزهر conferred all valuable towards the upkeep of the state will be gratefully received. يبقى كل الإسهامات الvaluable القيمة يبقى بص عندي هنا contributions students الطلاب should be able to يجب أن يكونوا قادرين على develop إن هم يطوروا their creative powers القوى بتاعتهم الإبداعية وإيه كمان intellectual يعني الفكرية. عمر established عمر أسس religious justice العدل الديني مع عدم سماحية لا وحرية فكرية فعلا. 2/3 of the Eastern Roma Empire إمبراطورية رومانية the Islamic State at Omar's time الأمة الإسلامية الدولة الإسلامية في وقت عمر was the in the world كانت الثانية
the second biggest Muslim and the non-Muslim alike. هما زي بعض الاثنين. were given the full of the law. كان بيتم اعطائهم الحمايه الكامله بالقانون. يبقى protection. عمر was buried. عمر اتدفن next to Prophet محمد بجوار النبي محمد and كلف عثمان ابو الألوهة المغوثي كلف ابو بكر. مظبوط. عمر was the first caliph to be entitled commander of the faithful. امير المؤمنين. عمر was buried next to Prophet محمد. اتدفن بجانب النبي محمد with the of عائشة. be consent بموافقة السيدة عائشة. مش رفض ولا رفض. عمر was assassinated while he was performing the prayer. وبيأدي صلاة الفجر. اتقتل. عمر's greatest achievement. إنجاز عمر الأكبر was the كان إيه بقى of the Islamic State. كان the expansion الاتساع للدولة الإسلامية. expansion جاي من يتسع expand. when non-Muslims لما غير المسلمين paid جزية دفعوا الجزية they would not be in the Muslim army. ده بسبب ان هم ما بيجندوش في الايه في الجيش الإسلامي. جزية was not on the poor. الجزية ما كانتش مفروضة على الفقراء ولا على الأطفال ولا على السيدات. imposed مفروضة. لذلك يا جماعة بقول الكلمات بتاع الإسلام. الكلمات عشان خاطري. جزية was not on the poor قلناها. during عمر's reign أثناء فترة حكم عمر. justice العدل was everywhere انتشر في كل مكان. enforced مش اتمنع ولا اتجبر. عمر was هو كان متسامح tolerant دينيا. عمره ما أجبر أي حد يخش الإسلام. عمر's religious tolerance المسامحة الدينية بتاعت عمر was to Christian كانت بتنطبق على appeal to المسيحيين واليهود. المسيحيين هنا واليهود used to be كانوا معتاد ان هم يكونوا under the suppressive الحكم القمعي للبيزنطيين. عمر introduced قدم the Islamic calendar lunar التقويم القمري. Why was عمر ابن الخطاب known as الفاروق? Because of his fair character. بسبب شخصيته العادلة. هو الفاروق يفرق بين الحق والباطل. يبقى because of بسبب his fair قول his fair ايه؟ character. ماشي يا حبي؟ يبقى انا كده انا بقى ما انا فاهم. ما انا هقول اللي انا فاهمه بس لازم برضو اراجع عليها كتير وافضل اراجعها على طول عشان في معلومات ما ينفعش انساها. اعتبرها زي حفظ. Why do you think لماذا تعتقد ان عمر is one of the strongest and the most significant Muslim caliphs in history? He made هو عمل يا حبي many achievements عمل الكثير او العديد many achievements عمل العديد من الانجازات such as مثل ايه؟ هنا هقول لك اول حاجه مثلا the expansion of اتساع the Muslim state. عمل ايه كمان؟ establishing the institutions of law مؤسسات القانون. حاجات كتير. طيب how was عمر appointed to be the second rightly guided caliphs؟ ازاي اتعين؟ هقول هنا باي he was appointed هو اتعين ازاي؟ اتعين ازاي؟ قول باي ابو بكر. ابو بكر هو اللي ايه؟ after بعد ما عمل ايه؟ ما consulting ما استشار مين؟ the senior companions كبار الصحابه. طيب how did ابو بكر decide to confer the caliphate؟ ازاي هو قرر ان هو ينقل الخلافه؟ he consulted the senior هو استشار the senior companions
كبار الصحابة during أثناء his illness. أثناء إيه يا جماعة؟ ها؟ مرضه. What helped spread the faith and knowledge of Islam. إيه اللي ساعد في نشر المعرفة والدين بالإسلام والإيمان به. The victories we had. الانتصارات اللي احنا عملناها. And the expansion والتوسع of the Islamic state. What contributed to the stability. ايه اللي ساعد في الاستقرار في الدولة الإسلامية المتنامية. The institutions of law. مؤسسات القانون اللي عملها مين؟ بقول هنا which were established والتي تم تأسيسها by عمر. بقى عليك يا حبي. حل الباقي حلوا ازيك من النص. ترجمتنا عمر made great contributions. يبقى هدور على الفعل. يبقى هقول هنا ساهم عمر إسهاما كبيرا to the establishment لتأسيس the justice الحرية الفكرية والعدالة across the Islamic state في الدولة الإسلامية. تمتع المسلم وغير المسلم. يبقى هبدأ هنا طالما هترجم من عربي الإنجليزي بالفاعل. من الفاعل هنا مسلم وغير مسلم. يبقى أقول هنا مسلم and un-Muslim. تمتع يعني بقول في الماضي enjoyed بالحرية والعدالة والأمن. يبقى enjoyed ايه أول حاجة؟ freedom justice and قبل الأخيرة بحط and security في زمن الخلافة الراشدة in the rightly guided caliphate في زمن الخلافة الراشدة. سعيد صراحة والله سعيد صراحة. أنا بحب الإسلام. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا بإذن الله رب العالمين. عملنا حاجة يعني أكتر من حاجة حلوة أوي الصراحة. يعني أكيد أنت شايفها بإذن الله كلمات وحاسسها ممكن تبقى علقت معاك بشكل كبير بإذن الله يعني أو نسبة كويسة منها. ترجمنا وظبطنا والأحداث أعتقد إنها خلاص دلوقتي ثابتة معاك بإذن الله يعني. حلينا أسئلة اختياري وده كويس جدا. حلينا مقالي وانا حليت قدامك وعرفتك بتحل ازاي وعليك انت جزء. حلينا ترجمه من الاسلامك وده كويس جدا جدا. بس واخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشوفكم ان شاء الله في باقي المحاضرات باذن الله. اشوفكم على خير. سلام.